صباح الخير. بناء على طلبات المتابعين المتكررة، قررت النهاردة في بداية اليوم كده نعمل مع بعضينا تصميم لبوستر مدرسين. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لعدد كبير. أنا نوران مدكور وده بيكسل سبيس. يلا بينا. أول حاجة هنعملها هو السايز زي ما اتفقنا، نيو، و نختار السايز اللي هنشتغل عليه. أنا هاشتغل 2000 في 2000. تمام. تصميم مربع. وأول حاجة بنعملها زي ما اتفقنا إن إحنا بندوس على save as عشان ما يروحش مننا. عندنا صورة الأستاذ الفاضل أستاذ محمود. هناخد الصورة بتاعته ونروح لChatGPT أو LM Arena ونشوف هنعمل إيه. ده مدرس دراسات. فهنشوف هنشتغل على إيه، إن إحنا عايزين نعبّر إن هو بيشرح خرايط ودي حصة أونلاين على اليوتيوب هو بيشرحها بنفسه. فنشوف هنعبّر عن ده إزاي. ناخد الصورة ونروح لChatGPT أو LM Arena وندّي له الصورة بتاعة الدكتور سوري المُدرِّس، ونقول له فهو بيبدأ بقى يحلِّل الصورة ويدّيني أفكار. تمام. فبيقول لي إن هو العناصر المناسبة لتصميم شخصية مع المشهد، ماسك خريطة أو بيشاور عليها، يُفضّل تكون خريطة مصر أو الوطن العربي. تمام. الأدوات اللي حواليه ممكن تبقى كرة أرضية، بوصلة صغيرة، كتاب تاريخ، قلم أو مؤشِّر. الكلام ده كُلّه ده بيعرّفنا إحنا ممكن نعمل إيه في التصميم بما يتناسب مع مجال كل مُدرِّس. فأنا شايفة إن ده كانت فكرة كويسة إن أنتم تستلهموا منها، أو إن أنتم تعرفوا هتعملوا إيه في كل تصميم. تمام كده؟ تمام. أنا الفكرة اللي كانت في بالي إن إحنا بنتكلم عن خريطة العالم وعن الكنوز والمعادن والثروات اللي موجودة. فحابة جدًا إن هو يبقى ماسك الخريطة كده وبيتفرج عليها كأنه ماسك خريطة كنز. فده كان فكرتي يعني عن الموضوع. فهو كتب لي prompt وأنا عايزاه هو اللي يصممه. تمام. فهافضل وراه لحد ما يصممه هو يعني لا محالة. ده من إمتى وأنت ما بتصممش يعني؟ طب ماشي، هاعمل تسجيل دخول سوري عشان أنا ما كنتش داخلة بالإيميل بتاعي. زي ما إحنا شايفين بيبدأ إنشاء الصورة، فهنشوف إذا كانت هي كويسة والّا لأ. طبعًا أنا غلطت في حاجة، المفروض أدّي له الصورة اللي هيشتغل عليها الprompt ده عشان يبقى فاهم هو بيعمل إيه. تمام. فأول صورة أكيد مش هتبقى مضبوطة، فندّي له الصورة التانية. طيب زي ما اتعودنا أو زي ما شُفنا في الفيديو اللي فات، إن أنا عايزة أعمل guide عشان يساعدني أعرف حدود التصميم فين. اللي مذاكر واللي شاطر هيعرف من view هنروح للguide من هنا ونختار new guide layout. ف هيطلع لي نفس الإعدادات اللي اشتغلنا عليها المرّة اللي فاتت. ونروح لview ونروح للguide ونقفل نعمل lock للguide. تمام كده؟ تمام. آآ طبعًا أول نتيجة زي ما إحنا شايفين عشان إحنا ما ادينالهوش الreference الشكل اللي هيشتغل عليه للمُدرِّس، فادّاني النتيجة دي، وهنا النتيجة المضبوطة اللي أنا عايزاها. طب زي ما إحنا شايفين كده الصورة تحفة، تحفة، تحفة. بس ممكن أطلب منه إن يبقى من غير خلفية عشان أنا عايزة برضه أشتغل على التصميم شوية، ما يبقاش التصميم من الذكاء الاصطناعي بس. فهاقول له إيه، من غير خلفية. ونشوف هيفهمني والّا لأ. تمام. على ما هو يفهمني كده أحط الصورة مؤقتًا جوّه التصميم عشان أعرف أنا محتاجة إيه من العناصر وأبدأ أجهّزها وأعمل عليها search. أنا محتاجة أدوّر على خلفيات أو أصنع خلفية تناسب الموضوع ده. فعايزة يبقى مثلًا وراه حاجة عن الصحرا، في جمال، في ثروات، الكلام ده كلّه. عايزة كمان يبقى في هنا بوصلة كبيرة غير الجملة. تمام. فهو هنا إيه، موجود أصلًا بوصلة. نتأكد دايمًا إن الملامح مناسبة وإن هو مش مغيّر في صورة المُدرِّس، دي أهم حاجة. الموضوع بقى بسيط مش زي زمان. يعني التصاميم دي زمان كانت بتحتاج دمج كتير أوي وتشتغل فيها ساعات. دلوقتي الموضوع بقى أبسط كتير. طيب زي ما إحنا شايفين هنا كده هو مخلّيها لي متفرّغة. طبعًا هي فيها ديفو في الملابس فنضبّطه
بالشكل ده. أنا طلبتها مفرّغة ليه ما فرّغتهاش أنا عشان أنا حابة الشكل الspark اللي طالع من الخريطة ده يبقى زي ما هو. فنحل الأزمة دي كلّها إزاي؟ بأي أداة select كده نيجي عند الصورة اللي هي تحت اللي هي المضبوطة نعمل select كده بشكل بسيط على الأماكن اللي هي مش مضبوطة في الصورة. طيب يا نوران، أنا لاحظت إن الصورة بتاعة الشخصية الأول كانت أفضل لمّا طلبت منّه يعدِّل على التفريغ وكده. فبمنتهى البساطة هاخد الصورة اللي عجبني فيها ملامحه، وآخد الراس بالملامح زي ما هي كده وبس بالماسك كده وخلاص يعني زي ما أنتم شايفين الملامح هنا فعلًا أقوى وأفضل بكتير. طيب نيجي بعد كده نحط بس خلفية كده أي كلام لحد لمّا نجيب خلفية اللي هنشتغل عليها بجد، ونحطها تحت بالشكل ده كده مؤقتًا. تمام أوي، تمام. أنا هنا عايزة خلفية تعبّر الثروات، فنكتب له ونجهّز الجملة بتاعتنا على ما هو يكتب لنا الprompt. نكتب مراجعة. فخدت الprompt وقُلت له صمّمه، وممكن بقى أروح لأي مكان بيعمل صور بالذكاء الاصطناعي إن هو كمان يصمّمه وأقارن ما بين الصورتين وأشوف الأفضل فيهم. تمام كده، تمام. أنا عايزة أروح ل freepack سابقًا وأقول له كل ما يخُص التاريخ وأشوف إيه العناصر اللي ممكن أستخدمها في التصميم. فهيطلع لي نماذج كده ممكن نبقى نستخدمها لو لقينا فيهم حاجة مناسبة. نروح الأول على ChatGPT نشوف الخلفية إذا كانت مناسبة والّا لأ. أنا بالنسبة لي تمام، هاخدها واستخدمها. أخليها تحت بالشكل ده كده، تمام. ونبدأ نصغّر في شكل المُدرِّس بالطريقة دي كده. نرجع تاني لFreepik ونشوف إيه اللي هيناسب التصميم ممكن نستخدمه برضه. يعني هو في بوصلة دي كان ممكن نضيفها برضه، بس هي مش محتاجة. هتلاقوا عناصر كتيرة أوي حلوة ممكن بجد تستغلّوها. عايزة أعرف لو حطيت دي هتبقى over والّا لأ، بس هي مش مجانية. هندوس هنا على الfree. اشتراك الfree pack بتاعي خلص عايزة أجدده. طيب أنا عجبني الصورة دي وهاعمل لها download وهاخد منها الورق ده المتناثر ده وأبدأ أوزّعه في التصميم كده إيه، يدّي روح شوية. فهافتحه أهو عن طريق الillustrator. بنضغط ضغطتين وبنختار العنصر اللي إحنا عايزينه. ما دام هو حُر مش في group بنسحبه على طول كده. وهابدأ أوزّع كام ورقة على التصميم، عشان أنا باحب الstyle ده أوي في تصاميمي. تمام. أنا عايزة هنا الfont يبقى مختلف شوية. أنا دايمًا باحب أدمج ما بين نوعين للخط مش خط واحد. طبعًا مش في كل التصاميم، بس باحب كده أوي. فعايزة هنا الfont يبقى مختلف وشكله كده إيه، style قديم شوية. فهنشوف إذا كنا هنعرف نعمل ده والّا لأ. هنروح ل freepack ونقول له عايزين text effect ونشوف هيدّينا إيه، أو نقول له old. تمام. effect ممكن ندوس Alt عشان لو في حاجة تبين الكلام. ونختار من هنا نخليه فيكتور عشان نعرف نستغله على الإليستريتور نحوله لعربي. تمام. فنفضل ندور كده على أكتر شكل يناسب تصميمنا ونشوف. طبعا مع الخبرة تبقوا عارفين ايه اللي يناسب. ممكن من أول مرة أو من تاني مرة يظبط معاكم. لو انتوا لسه بادئين فعادي ممكن تجربوا أكتر من ستايل لحد ما تلاقوا حاجة تناسب اللي انتوا محتاجينه. نختار إيه مثلًا؟ أنا مش مرتّبة حاجة والفيديو ده يعتبر كإنه live. ونشوف هيناسب الtext الأولاني والّا لأ. نروح لgraphic style وندوس على علامة الزائد. ناخد الstyle بتاعها وندوس على control V عشان ناخد الكلمة هنا. طيب
أنا عايزة أعرف هي هتبقى مضبوطة والّا لأ، لو حسيتوها مش نهائية تمام، نجرّب ناخدها ونشوف هتبقى مناسبة والّا لأ. طيب وأنا آخدها فوق. طيب هي مش مناسبة الtext الأولاني، نحذف الأولاني، أنا عجبني التاني أكتر، ونروح لكلمة مراجعة من أول وجديد وcontrol C، وباروح للكلمة وأنسخها بالشكل ده، فتاخد نفس الgraphic style اللي أنا عايزاه، وأسحبه تاني على الفوتوشوب ونشوف هيبقى عامل إزاي معايا. هاسيب لكم كل المصادر تحت الفيديو، تمام أوي كده، تمام. شايفين؟ أنا ده عاجبني أكتر بكتير من الأول، بس أنا حابة المُدرِّس يروح على اليمين أكتر من كده، فممكن نعمل ده بالشكل ده كده، تمام. واللون نعمل select على الاتنين ونحطهم في group، وبعدها نروح للsaturation لو إحنا عايزين الاتنين يعني يتعدلوا مع بعض، وclipping mask، وبنبدأ نعدل على ألوانه على حسب رؤيتنا للتصميم. أنا حابة يبقى بني زي ما اتفقنا، فده عاجبني أكتر. طيب بالنسبة للورق المتناثر ده، أنا حابة أدّي له حركة كده، أدّي له motion، فمن الblur نختار motion blur من هنا، ونخلّي الزاوية مناسبة للورقة، ونروح للورقة اللي بعدها، وبرضه ما تكسّروش وتدوسوا اللي فوق عشان هتدّيكم نفس الزاوية بتاعة الصورة الأولى أو الورقة الأولى، أو الورقة الأولى. ما تكسّلوش وتدوسوا على الmotion blur من فوق تاني عشان بيدّيكم نفس الeffect أو نفس الزاوية اللي كانت موجودة في أول ورقة، تمام كده؟ فإحنا إيه، بنعمل motion blur من أول وجديد، ونضبّط الزاوية اللي تناسب كل ورقة لوحدها، تمام كده؟ عمومًا كل ما تدّوا التصميم تفاصيل أكتر كل ما يحلو. أنا بانجز معاكم على السريع كده عشان الوقت، بس أنتم اهتموا أكتر بالتفاصيل. طيب أنا عايزة أغمّق شوية الخلفية عشان أنا عايزة الfocus كلّه ييجي على المُدرِّس، فباروح للcurve، ومن الcurve بابدأ إيه، أقلل الإضاءة شوية، وبعدها باروح لsolid color، ومن solid color باختار اللون اللي على بُني ده شوية، وأبدأ أعمل من الmood أغيّر شوية عشان عايزاه يبقى كإنه منفصل شوية عن الشخصية. يعني أنا عاجبني كده أكتر، بس ممكن ندّي له روح شوية بالطريقة دي، عشان أنا عايزة أكتر حاجة تيجي على العين هو المُدرِّس مع الجملة، تمام. واسم المُدرِّس يبقى موجود تحت عشان هو ما عندوش شعار، فإيه، نخلّيه كده من تحت بلون البُني، أو ممكن على أصفر، ونخلّي الاسم font تاني. ممكن بزاوية. في حركة كده أنا كنت باحب أعملها، إن أنا باكبّر الراس بتاعة الmodel، وده كده style كان جديد، ونكبّر العيون مش عارفة إيه، ونخلّيه كإنه 3D. فكنت باعمل الحركة دي أوقات مع المدرسين عادي، وأوقات لأ، باكتفي زي ما هي. فهاجرّب مثلًا إن أنا آخُد آآ بس عايزة أدمج كل اللايرات مع بعض في الأول. طيب إحنا عملنا select يا نوران، وعايزين من الكيبورد اختصار إن إحنا إيه، نلغي الselect ده. نلغيه إزاي؟ طيب أهو الselect أهو، أو أي select أنتم عملتوه بالكنترول وحرف الD، دي بتشيلوه، تمام. كده الموضوع مفهوم. بندمج اليارات بتاعة الشخصية character اللي معانا، ونروح بكليك يمين نضغط على smart object من هنا،
فبقى معانا الشخصية تمام. هاعمل select كده سريع على راس المُدرِّس، تمام، ولو غلطت في حاجة باضبّطها، عايزاه يبعد عن الدقن شوية. select سريع كده وأدوس control J عشان آخُد منّه نسخة كمان. وبعدها بنكبّر الراس شوية بالشكل ده، والحتت اللي باظت من تحت دي باعمل ماسك جنب الصورة بتاعة الراس، وبالبراش بابدأ أحذف بس بفرشة صغيرة عشان ما أعملش ديفوهات كتير وأنا شغالة، شايفين؟ أبدأ بس أحذف الزيادات، أحاول ما آكلش حاجة من أصل الصورة بالشكل ده. وكنت باعمل له retouch سريع كده، فنروح نعمل zoom عشان نعرف أماكن الظِل والإضاءة موجودة فين، ونروح لnew layer فوق الراس، ونعمل clipping mask، ونروح لedit، ومن الedit نختار fill، ومن الfill 50 degree وoverlay. أوكي، وبعدها من هنا نختار overlay كمان. تمام كده. طب إحنا استفدنا بإيه يا نوران؟ dodge والburn بيشتغلوا بالطريقة دي. فنروح لأداة الdodge في الأول، ونخلّي مثلًا نخلّيها على 35، ونخلّي الفرشة بتاعتها صغيّرة، عشان أي مكان فيه إضاءة عندي أنا هاعزّز الإضاءة أكتر. هارسم مصادر الإضاءة أكتر عشان يبقى منوّر زي ما إحنا شايفين كده هو إيه، هو أصلًا منوّر لوحده. فإيه نضبّط بالشكل ده، ولو حسّينا إن هو لسع مننا فبنقلل من هنا بدل 35 نخلّيه مثلًا 25، ونضبّط أماكن الإضاءة بالشكل ده. طيب أنا عايزة أروح لأماكن الظِل، فباروح للdodge sorry للburn، وبابدأ أحرق الأماكن أكتر اللي هي فيها ظِل بالشكل ده، أغمّق هنا وأرسم حدود بالشكل ده كده، وأعمل contour. وبعدها باروح لselective color وباعمل mask، وبابدأ أعدِّل على الألوان لو هو ألوانه مش مضبوطة. أنا شايفة الألوان بتاعته كانت مناسبة جدًا، معمول لها retouch، بس هاخلّيها على gold أكتر، فأصبح ده قبل وده بعد. هاعمل فوقه مصدر إضاءة جاي من فوق كده كإنه حاجة من الشمس. نعمل new layer بس نخلّيها برّه الmask clipping mask، ونعملها من فوق بالشكل ده كده، ونخلّيها كده، ونقلل الفِل شوية، نخلّيه بس على orange أكتر من إنه على أصفر smart object، ونضبّط كده إيه لحد ما نوصل لنتيجة عاجبانا. ده بس نقلل الفِل. طيب زي ما إحنا كده شايفين التصميم يعتبر خلصان، بمنتهى البساطة عملنا تصميم للمُدرِّس، والتصميم لذيذ أوي، بس نخلّي كلمة نهائية من هنا، والمفروض بنحط الشعار بتاعه أو أي تفاصيل لمواعيد عمل من هنا. هو كان طالب إن هو يبقى بيبيّن إن أنا هاتكلم عن يوتيوب، فباروح من هنا يوتيوب، وعايزة آخُد كام أيقونة كده وأخلّيهم في التصميم عشان يبان إن أنا إن هو يعني هيكون على اليوتيوب. فأنا عجبني الملف ده فباعمل له download، أو ممكن الملف ده وآخُد منّه أيقونات وأوزّعها في التصميم عادي جدًا حسب رؤيتنا للتصميم. أنا مش عايزة أطوّل عليكم عشان الفيديو ما يبقاش مُمِل، بس أتمنى لو عجبكم الstyle ده من التصاميم قولوا لي، وما تبخلوش عليّا في الكومنتات، بيوجّهني عشان بجد ده اللي بيوجّهني بعد كده أكمّل في السلسلة دي أو لأ. بلاش منها دي ونخلّي دي كده. طيب وده كان التصميم النهائي معانا يا جماعة، ما طوّلتش عليكم يعني أوي يعني مش شوية يعني. كانت معاكم نوران مدكور من Pixel Space، ما تنسوش تضغطوا على like، وهاستناكم أو استنوني في فيديو جديد.